بتخاف من المجهول وانت ما انت عارف المجهول اصلا ايش حامل لك، وبتنسى انك تستمتع بالحاضر. وهذه مشكلتنا، تكبير الامور وتضخيمها ونحن نعطيها اكبر من حجمها. يعني اليوم لما يكون في حزن بنبالغ بالحزن وبنعطي الحزن بزياده، بس لما يكون عندنا فرح بنفرح ساعه ساعتين وبعدين خلاص بننسى. طب ليه ما بنعطي السعاده والفرح نعطي مساحه اكبر ومده اكبر؟ بينما الحزن بنحاول نقلصه قد ما نقدر ونقفل عليه ونرميه ورا ظهرنا ونمشي. الواحد لما يكبر ومع تجاربه والمواقف اللي يمر فيها يصير يعرف كيف يتحكم بالأمور، كيف يعطيها مقدارها الصحيح. أنا اليوم صرت أقول إيش أسوأ شيء ممكن يصير لي أنا؟ إيش أسوأ شيء؟ الموت؟ طيب في النهاية بقابل رب العالمين أرحم الراحمين، ليه أخاف؟ بخاف على أهلي وحزنهم وأحبابي يس، بس في النهاية هذا أسوأ شيء ممكن يصير. بس بخاف على أهلي أكيد أكثر مني، بس كمان ما بحاول أشغل نفسي في تهيؤات وأفكار بتخليني أشيل هم وأقلق، وأنشغل على الفرح بوجودهم حاليا بصحة ونعمة.